النفس مشكلة. أكثر الناس لا يهتم بنفسه، يهتم بمظهره، يهتم بثيابه، بشكله، وربما يحرص أشد الحرص على بعض الحركات التي هي من الدين أو بعض الهيئات التي هي من الدين، ولكنه يغفل عن نفسه. ومرد الأمر إلى النفس: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. القضية نفس. ولهذا لما أقسم الرب عز وجل: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، إلى تلك الأقسام، قال الرب عز وجل: ونفس وما سواها. يقسم الرب بالنفس: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كل إنسان نفسه ملهمة للفجور وملهمة للتقوى. طيب الحل؟ سلام البنات، الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا هذا الفيديو، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد. الوغ حبيباتي، جيتكم بهذا الفيديو بزاف هايل، فيديو متنوع، فيه خرجه، فيه تحواس، فيه غوصات، يعني راح تستافدوا منه في كلش. الوغ تابعوا الفيديو حتى لافا هكا باش تستافدوا، وديروا لي هذاك الجيم وهذاك الكومونتير الشباب كيما نتوما شابين. البنات، في هذا النهار كنت خرجت انا وصحاباتي، بيان سور كنت رحت لخدمتي بعد ما خدمت كامل، يعني رحت خرجت انا وصحاباتي نديفولو شويه على رواحنا. راكم عارفين ماشي غير الخدمه، يعني بغينا نكسروا هذاك لا روتين، او ميم طون صافي لونطو ما تلاقيناش. هذه هي، كنا هنا البنات رحنا الغوستورو تاع جوكر. بيان سور اللي تابعوني البنات يعرفوني بلي ناكل غير عنده، باسكو ماكلتو بنا معامله ما شاء الله، يعطيهم الصحه. هذه هي البنات، هنايا كنا كومونديت انا وصحاباتي، انا كومونديت ساندويتش تاع سكالوب، وصاحبتي كانت كوموندات ساندويتش تاع شاورما، وبالنسبه لصحاباتي الاخرين كانت وحده كوموندات بيتزا افيك طون، وحده بيتزا افيك شامبينيون مع فيون. شوفوا البنات، بالنسبه للبيتزا انا عجبتني تاع الطون بزاف شابه، وهذه تاع 4 سيزون تاع الشامبينيون فيون، يعني شويه ماهيش يعني شبه تلتم. هذيك هي. الوغ البنات، هنايا كنا خرجنا ديفولينا وتمتعنا بهذاك النهار وكسرنا هذاك لا روتين وفوتنا لا جورني بزاف هايله. من بعد البنات، بعد ما كملت نهاري ورجعت للدار، كانت في خاطري ندير حاجه حلوه. انا من ديك هكا تبان لي على صوالح حلوين. الوغ جيت للدار قعدت نخمم واش ندير. بانت لي هذه لا غوسات. شوفوا هذه لا غوسات يا البنات، خبوها في عينيكم، وين تجي رمضان راح تجربوها على بالي وتستافدوا منها 100%، باسكو وصفه في القمه بنه وهايله. اليوم راح نديروا هذه لا غوسات، هي فلون باتيسي. هذا الفلون باتيسي يتباع في المقاهي البنات، وكما نعرفوا انه في المقاهي يبيعوهم غالي بزاف. انا ما فهمتش علاش يبيعوهم غالي، مالغري كو لي زانغريديون يعني غيتم، يعني كلشي متوفر عندك في الدار، يعني ماشي حاجه كبيره اللي يستاهل يتباع غالي، مي جو سي با علاش يبيعوه غالي. الوغ جربوا هذه الوصفه واستافدوا منها. نبداو بلا غوسات تاعنا. بالنسبه للاغوسات واش راح نحتاجو فيها؟ انا هنا كنت درت 125 غرام تاع زبده، درت زبده صول يعني عادي، وانتم ديروا اي زبده عندكم، وكنت زدت عليها 3 مغارف تاع سكر غلاس، يعني سكر ناعم. خلطت هذيك الزبده مع سكر غلاسي تخي بيان، يعني حليت كامل هذيك الزبده في السكر. ومن بعد البنات، بعد ما حليتها تخي بيان، كنت ضفت عليها هنايا حبه تاع بيض. ومن بعد ما ضفت لها الحبه تاع بيض البنات، كنت زدت عليها رشه تاع الملح، يعني باش نكسروا هذاك الكو تاع الحلاوه كما راكم تشوفوا هنايا. قلت لكم كنت زدت مغرفه، عفوا نص مغرف تاع سكر ولا رشه تاع سكر، عفوا رشه تاع ملح ما ديروش عليا، ومغرف صغيره تاع لافاني. هذيك هي باش نقلعوا الريحه تاع البيض البنات. كما راكم تشوفوا. ومن بعد كنت هنايا خلطت تري بيان، يعني حليت كامل هذاك البيض مع السكر مع الزبده، خلطتهم تري بيان. شوفوا القوام تاعها، يعني حليت كامل هذاك المكونات في رحبه. الوغ هذه هي. ومن بعد البنات، بعد ما كملت وخلطتهم، كنت ضفت عليهم الفارينه. بالنسبه للفارينه انا كنت درت كاس ونص. البنات شوفوا نصيحه، نتوما ديروا كاس ومن بعد باش تضيفوا هذاك النص. انا كما عيني ميزاني، انا كنت درت فيها كاس ونص، يعني جاتني هذيك هي، ما زدت حتى شويه تاع فارينه. الوغ نتوما ديروا غير كاس، باسكو كل واحد وكاليتي تاع الفارينه تاعو، كان اللي تشرب بزاف باش ما تخسر لكمش الوصفه. انت جربيها بكاس واحد، واذا ما قدكش بداي
تضيفي في هذاك الكاس. الوغ انا اكتفيت بكاس ونص كما راكم تشوفوا هنايا. ومن بعد البنات كنت لميتهم، وهنايا البنات كنت نسيت حاجه اللي هي لا ليفور شوميك. الوغ بعد ما عجنت العجينه باش تفكرتها مزيان، تفكرتها البنات باسكو الوصفه تخسر لي بلا لا ليفور شوميك. عفوا. كما راكم تشوفوا هنايا درت يعني ماشي مغرف البنات، يعني على راس المغرف، الراس تاع المغرف نديرو لا ليفور شوميك. من بعد دخلتها كامل في هذيك العجينه تاعنا. هذه هي دخلتها تخي بيان البنات. بالنسبه للعجينه يعني لموها غير بالاطراف الاصابع كيما لابا تاع صابلي. هذه هي كما راكم تشوفوا. كاين هذا في هذه الوصفه كاين اللي يدير لاباط فيوتي، مي انا بغيت بات صابلي يعني سي بوغ سا درت هذه باسكو تجي الكو تاعها خير من بات فايتي. كما راكم تشوفوا هنايا. من بعد لميتها البنات وجبت بابي سيليفان. هنا ما كمل لي بابي سيليفان، درتها في يعني كيس بلاستيكي عادي، خليتها واحد 20 مينوت كيما هكا، يعني نخلوها تريح البنات. في الوقت اللي انا نخليها تريح نروح ندير يعني لا كريم اللي راح نديرها فوق الوصفه تاعنا. الوغ هذه هي خليتها هنايا ريحت وخليتها على جهه. نجول لهنايا بالنسبه واش نحتاجو في لاكريم. اول حاجه اش كنت راح ندير هنايا في جيبو كاسرونه عندكم البنات ولا طاجين ليسونسيال، درت فيه لتر تاع ماء البنات، يعني لتر تاع ماء كامل ديروها في هذه الكاسرونه. ومن بعد تزيدوا عليها كاس تاع السكر. بالنسبه لكاس السكر البنات يعني هو تاع 180 غرام، يعني تاع وليد. ما تعمروش كامل، يعني يكون ناقص صبع كما احنا نقولوا كاس الا ربع، هنا نقولوا ناقص صبع. هذه هي زدنا على الماء كما راكم تشوفوا هنايا. ومن بعد نخلطوه تخي بيان باش نحلو هذاك السكر مع الماء، ومن بعد نضيفوه فوق الفرن تاعنا البنات، نخلوه يغلي. من بعد ما يغلي راح نحتاجه. نجول لهنايا نرجعوا للوصفه تاعنا. بالنسبه للوصفه هنايا بعد ما ريحت لي 20 دقيقه كما قلت لكم 20 مينوت، راح نجيب بابي كويسون كما راكم تشوفوا هنايا ونحط عليه هذيك العجينه تاعنا البنات. بعد ما نحطها نجيب الحلال نبدا نحلل فيها. الوغ شوفوا السر تاع الوصفه باش تنجح لكم في هذه العجينه انكم تحلوها رقيقه البنات، ما نقولكم بسمك ماشي متوسط، رقيق يعني رقيقه حتى لتم باش لاباط تاعنا ما تجيش غليظه. هذه هي كما راكم تشوفوا هنا راني نسوي فيها بيدي. ومن بعد بديت نحل بها الحلال. شوفوا ديروا بابي كويسون البنات باسكو راح يساعدكم من جهه انه العجين راح تتحلكم بالخف، ومن جهه راح تسهل عليكم من جور راح ترفدوا هذيك العجينه باش ديروها في البلاطون تاعكم. هذه هي فوالا. شوفوا السمك تاعها البنات، قلت لكم السمك يكون الرقيق كما راكم تشوفوا هنايا. وهنا جبت البلا تاعي اللي راح يدخل الفوق. بالنسبه واش درت فيه، كنت درت فيه شويه زبده ومن بعد رشيت عليه الفرينه هكا باش ما يلصقليش. انا البلا تاعي ما يلصقليش بصح باش الانسان يفيتي يعني باش ما تخسرلوش الوصفه وتتلصق له ايتو، كنت درت له شويه زبده مع رشه تاع فرينه كما راكم تشوفوا هنايا. من بعد رفدت هذيك العجينه البنات كنت درتها فوق البلا تاعي، سويتها كامل الاطراف والزوائد كنت قلعتهم. دوك انا البنات شوفوا الكونتيتي اللي يعني اللي توفرت لي كانت قطعت لي وبقات لي قد الكميه قد ما ندير هكا لي تارتولات صغار. الوغ انا درت هذا في الكبير تاعي، ومن بعد من بقى لي درت لي تارتولات هكا صغار، وكنت هنايا تقبتهم بالفرشيطه كما راكم تشوفوا باش لاباط تاعي ما تطلعليش هذا مكان. ومن بعد البنات كنت درتها في الكونجيلاتور. تقولوا لي علاه درتيها في الكونجيلاتور؟ باسكو الكونجيلاتور تخليك هذيك لاباط تاعك من طيبيها ما تهودلكش البنات. سواء درتوا لي تارتولات ولا درتوا اي وصفه سواء سكري ولا صالي تاع لي تارتولات دخلوهم في الكونجيلاتور باش ما تهودلكش من طيبيهم، يعني لاباط تقعد هي في البلان تاعك وما تهودلكش كامل. الوغ انا درتها في الكونجيلاتور لو طون اللي كنت نوجد في لاكريم، قد ما توجد لي هذيك لاكريم نخرجها من الكونجيلاتور. نجول لهنايا في لاكريم واش نحتاجو فيها. عفوا البنات. بالنسبه لاكريم واش نحتاجو فيها، كنت هنايا درت 3 حبات بيض البنات وكنت زدت عليهم كاس الا ربع ولا نقولوا صبع، يعني ناقصه منه صبع تاع مايزينا اللي هي النيشه. كنت درتها على البيض كما راكم تشوفوا هنايا، وزدت عليها رشه تاع الملح البنات. ومن بعد نبدا نخلط هذيك المايزينا مع البيض مع هذاك الملح، نخلطوه تخي بيان، يعني نحل كامل هذيك المايزينا مع البيض قد ما يدي لي هذاك القوام، يعني قوام السائل، يعني قد ما نحل كامل هذيك المايزينا في البيض نبدا نضيف المكونات الباقيه كما راكم تشوفوا هنايا.
فوالا البنات كيما راكم تشوفوا، شوفوا القوام تاعي اللي تحصلت عليه هنايا. حليت كامل هذاك البيض، وهنايا زدت ضفت البنات 3 مغارف تاع لحظه، يعني تاع حليب بودره. شوفوا البنات اللي ما عندهاش اللحظه دير، اللي ما عندهاش اللحظه تيفيتي الماء، تقلع الماء ودير في بلاصتها حليب، يعني حليب عادي. قلت لكم البنات اللي ما عندهاش كما قلت لكم اللحظه في بلاصه الحليب عفوا في بلاصه الماء دير الحليب وتيفيتي ديك اللحظه. هذا ما كان. انا كان عندي اللحظه هنايا، كنت درت 3 مغارف تاع لحظه كما راكم تشوفوا. ومن بعد ما غلالي البنات هذاك الماء اللي كنت دايرته بالسكر، بعد ما غلالي هذيك الغليه ضفت شويه برك على هذا الخليط تاعنا. شوفوا البنات غير ضيفوا خلطوا تم خلطوا باسكو رانا دايرين البيض، والبيض تاعكم باش البيض تاعكم ما يطيبش، فهمتوني؟ تما غير تفرغي غير شويه كونتيتي، يعني الكميه من هذاك الخليط تاع الماء مع السكر على هذاك الخليط تاعنا بالخوف، يعني خلطيه هكا باش ما يطيبلكش هذاك البيض. من بعد الخليط تاعنا نضيفوه على هذاك الماء والسكر كما راكم تشوفوا هنا البنات. شوفوا هذه انا كنت نسيتها، نتوما صفوه باش المايزينا يعني صديبو نلقاو المايزينا مشي ما تحلتش كامل، انا هنا عادي مي نتوما صفوه ومن بعد ضيفوه كما راكم تشوفوا هنايا. خلطوا تخي بيان. شوفوا القوام تاعها بدا يتقالي، يعني قد ما ديروا يعني حتى لو ما درتوش فوق الفرنو يعني تسيبوها تقالتكم هكا. بصح البنات غادي نضيفوها هنايا فوق الفرن تاعنا كما راكم تشوفوا. قد ما تبقبق لنا هذيك يعني البقعات، يعني تسيبوها هكا الفقاعات يخرجوا، ايا سي بون طفوا عليها البنات باسكو غير تبقبق لنا يعني نعرفوها باللي اتقالت. هذه هي. شوفوا البنات هذوك الفقاعات اللي كان دارتهم. ومن بعد البنات بعد انا ما خرجتها واش راح نضيف عليها؟ راح نضيف عليها هنايا مغرف تاع زبده تكون يعني طريه بيان سور، ونضيف عليها مغرف صغيره تاع لافاني. هذه هي نخلطوهم تخي بيان، نحل كامل هذيك الزبده ولافاني في الخليط تاعنا كما راكم تشوفوا هنايا. هذه هي البنات. ومن بعد يعني البنات ما وجدت لا كريم تاعي يعني توجد بوقفه، يعني سهله ما فيهاش صوالح بزاف. وراح نخلي لكم الوصفه البنات مكتوبه هكا، يعني اللي تبغي الوصفه مكتوبه ما تبغيش تسمع الهضره بزاف على باب اللي قرقشتكم هكا تجربها. هذه هي. دوك البنات بعد ما بردت لي هذيك لاباط تاعي كنت جبتها، كنت فرغتها هنايا لا كريم تاعي فوق لاباط، وهي من الكونجي يعني كيما راهي حاميه البنات. اللي تجي تقولي تخسر لك لاباط ولا ما تخسر لاباط لا حتى حاجه البنات. الوغ هذه هي نفرغوها كما راكم تشوفوا هنايا. لو طون اللي راني نخدم فيها انا كنت شعلت الفوغ تاعي على درجه 180 درجه، شعلت له من تحت البنات. بعد ما تشوفوها حمارت على الجوانب يعني ما تحلوا عليها ما والو، خلوها واحد 10 مينوت هكا بعد حلوا عليها. من تلقاوها حمارت لكم من الجوانب البنات شعلوا ليها من الفوق، ومن الفوق نقصوا لهم ثاني البنات باش يعني تحمر لكم ودير لكم هذيك الطبقه الشابه. هذه هي البنات. ودوك دخلتها للفوق كما راكم تشوفوا، نخلوها طيب لنا تخي بيان، ومن بعد نطفي عليها. اي فوالا البنات بعد ما طابت لي دات لي واحد الربع ساعه ما شدتنيش بزاف. شوفوا الغوزيطه، شوفوا البنات تجي بزاف هايله وتجي بزاف بنينه. طابت لي في الجوانب، وكما قلت لكم من درتها في الكونجيلاتور ما هودت ليش كامل هذيك لاباط، جات بزاف بنينه. شوفوا القوام تاعها، شوفوا هذيك لاباط كيفاش هي ماسكه روحها. لا كريم جات يعني تهبل. دوك نقطع معاكم هكا يعني قطع باش تشوفوها كيفاش جات وتشوفوا البنه تاعها البنات. اي فوالا هنا كنت قسمت معكم مغصون البنات باش تشوفوا القوام تاعها وكيفاش جات من تحت، وتنقسم لكم بالخوف البنات. شوفوا الساس تاع هذه طيابها او ميم طو الساس تاعها هو البرود يعني تبرد. انا كنت هنايا تقلقت باش نقسمها معكم باش تشوفوها، كنت درتها في الكونجيلاتور يعني اللي تكون مقلقه هكا وما ديرهاش بكري كيما انا درتها جويه الربعه هكا ولا يعني درتها في الكونجيلاتور باش تبرد لي تخي بيان. مي اللي ديرها من الصباح تخليها غير في الفريجيدان يعني عادي واحد الربع سوايع هكا وتجي بنينه. يعني الساس تاعها انها تجي بارده باش يعني تحسوا بهذاك البنه تاع هذا الفلون باتيسي. ليسونسيال البنات ان شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفه وتجربوها معايا وتبارطاجوها معايا في الفيسبوك ولا في الانستغرام ولا في التيك توك هكا باش نزيد نتحفز ونحط لكم الوصفات ونعرف بلي راكم تجربوا الوصفات نتاعي. ودوك ما عليا غير نقولكم تهلاو في رواحتكم، نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله، وان شاء الله كنت خفيفه ظريفه عليكم وتعجبكم هذه الوصفه. مع السلامه حبيباتي.